يعني تعتبر نفسها. يعني المشكله وين؟ المشكله وين؟ المشكله اللي بعض المشكله في القصر، المشكله فيش؟ المشكله غادي في القصر، والقصر مش سيلباجي. نتكلم انا مانيش صاحب لغه خشبيه، ماهوش سيلباجي. اي شكون ثم ناس تعتبر رافع بن عاشور، سامي الاسماء افونس ديماسكي. انا يظهر لي سي محسن وسي رافع اكبر ضرر موجود غاديك في القصر، لأن الناس بالنسبه للنداء هو محسن، بالنسبه لتونس، بالنسبه لحزب نداء تونس، وبالنسبه لتونس، لان الناس اللي مخها ما تجوزش عائله. البلاد هذه تغيرت، تونس وقعت فيها ثوره بالحق، ثم ناس مازال شو معناها عائله؟ يعني عقليه طرابلسيه، او عائله بمفهوم المافيوزو، او عائله بمفهوم جاوي، او شنو بالضبط؟ لا ما في بالنا، ما الناس الكل تحكي على الوطن، ومن بعد تبدا تهبط لين يولي يحكي لها اخته ولا اخوه ولا بنت عمه ولا كذا. انا نحب ندعو الناس باش ترجع عقولها وتعتبر اللي حزب نداء تونس راهو ملاكه فيه من اشكر راي. يعني شوف أنا كصحفي كنت تقول لي نعمل تيتر توا انسبيري باش نعمل مقال في لابريس في الانترنت، نحط نداء تونس خميس قصيله اوفر لو فو سي المحسن مرزوق الى بن عاشور، ونحط بول اللي كونسيدير كوم لو بلو غراند دونجي نون با بور نداء مي بور لا تونيزي. يعني ترسل لي رايي، لانه هذه الامبرسيون اللي تنجم تحطوا العنوان ونصح عليها انا.